الأربعة اللي شبه سلاحف النينجا اللي انتوا شايفينهم دول خارجين في عز الليل عمالين بيخبطوا في الأرض، وواضح إنهم عايزين يحفروا. لأول وهلة عينك هتيجي عليهم هتقول الناس دي بتدور على آثار، بتدور على دهب، كنز مدفون، ولقوا الخريطة بتاعته فمستعجلين عليه، مش قادرين يستنوا للصبح علشان يلاقوه. لكن الحقيقة إن الناس دي بتدور على حاجة وهتلاقيها غريبة جدا. زي ما انتوا شايفين دلوقتي هم بدأوا الحفر وعمالين يحفروا بإيديهم وبالكواريك اللي معاهم، تحس مستعجلين بيدوروا على آثار واضحة أوي. أستأذنكم تعملوا لايك، ده لو كان في حد كمل الفيديو الغريب ده أصلا لحد دلوقتي زي ما احنا شايفين الناس دي بقى لقت الكنز بتاعها. واضح جدا بما ان الناس دول واضح عليهم انهم صينيين، اكيد الناس دي بطنها قرصت عليها بالليل وكانت حابه تاكل او هيبيعوها يعني. بس اللي انا اتوقعه انهم يخرجوا في وقت زياده علشان يطلعوا سلاحف من تحت الارض بالمنظر العجيب ده من تحت الطينه، فاكيد يعني هم نفسهم هف عليهم وعايزين ياكلوا، وده مش جديد على الصينيين. فاللي معايا وشايف ان الناس دي جعانه علشان كده اصطادتهم يقول، اللي شايف ان هم اصطادوهم لسبب تاني يعني يا ريت برضه يفيدنا في الكومنتات. 90% بقول ان الناس دي جعانه، خصوصا عشان الواد اللي لابس احمر واضح عليه انه هفتان.